مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن 31 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19. التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. القشبركة يواصل التبرعات لمكافحة كورونا. بيونغ يانغ تصف تصريحات كوريا الجنوبية بالتافهة. دول الاتحاد الأوروبي تفتح حدودها بدرجات متفاوتة. وعلماء المسبار القمري الصيني يحرزون جائزة الفضاء العالمية. أهلا بكم. إعلان صادر من وزارة الصحة. أثبتت الفحوصات التي أجريت اليوم 14 من يونيو للأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي بمنطقة أديبر الحدودية بمديرية فورت ساوا وكذلك مديرية ملقي في إقليم القشبركة عن إصابة 31 شخصا بفيروس كورونا المستجد. وأفاد الإعلان أن 30 من هؤلاء المصابين كانوا معزولين في حجر صحي في منطقة أديبر بعد عبورهم الحدود قادمين من السودان، فيما كان مصابا واحدا متواجدا في الحجر الصحي في منطقة ملقي عائدا من إثيوبيا. وكما أوضحت المعلومات يوم أمس أنه رغم منع حركة الناس من دولة إلى أخرى بصفة عامة، إلا أن 7158 مواطنا عادوا إلى البلاد خلال الأشهر الماضية برا وبحرا من دول السودان وإثيوبيا وجيبوتي وكذلك اليمن، بينهم 3135 معزولين في 47 حاجر صحي. وقد بلغت حالات الإصابة المؤكدة في إريتريا حتى الآن 96 حالة، منهم 39 تم تسريحهم إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، فيما يوجد 57 في المستشفى. وزارة الصحة 14 من يونيو 2020. تبرع عمال مختلف المؤسسات بالدم في الفترة من 10 وحتى 16 من يونيو بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يحتفى به تحت شعار لنخلق عالم أفضل بالتبرع بالدم. وشارك في عملية التبرع الطوعي للدم التي نظمتها الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين للدم عمال من 37 مؤسسة بالمجاميع والأسر والأفراد، حيث تم التبرع ب 189 كيس دم. ويتم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم لتوجيه الشكر والتقدير للمواصلين التبرع الطوعي من أجل إنقاذ حياة الإنسان وتذكير غير المتبرعين. تقوم وزارة الزراعة بأنشطة احتياطية مكثفة واستعدادات مسبقة لمكافحة ظهور أسراب الجراد التي تجتاح الدول الشرق الأفريقي، وقد جرت هذه الاستعدادات في الكثير من مناطق البلاد. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. يشهد إقليم قشبركة أنشطة للاستعداد المسبق بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإدارة الأقاليم ووحدات قوات الدفاع للسيطرة على الجراد الصحراوي المتوقع ظهوره في الخريف. وفي التوضيح الذي قدمه المدير العام لقسم الزراعة والأراضي بالإقليم، أبدأ السيد أبو بكر عثمان لإرينا القلق من انتقال الجراد المنتشر في دول الجوار إلى البلاد، مشيرا إلى حراك إدارة الأقاليم بالتنسيق مع القيادة الغربية لمواجهة الوضع بفعالية وتسيير برامج الاستعداد المسبق التي وضعتها وزارة الزراعة. أنبت مدر مدى كرن أفريقيا بحفشو ببزح ترئيس لزلو كابوها نفاقرنا خمس مخانون. ظهر الجراد الصحراوي في دول القرن الافريقي بكثافه، مما يؤكد ذلك قدومه الى بلادنا، وظلت تجرى استعدادات موسعه ومسبقه على مستوى البلاد، وخاصه اقليمنا لما يتمتع به من انسيابيه للتكاثر وانتشار رقعه الاراضي الزراعيه. زوبانوين مدروات نقبر الله مالتي بفلاي خافتي أن البلان زلنا شوعتن وسان زوباتات
تجرى دورات تأهيلية خاصة في المديريات المذكورة حيث قاربت على الاختتام، وقد قدمت الدورات حتى الآن لحوالي 1470 من أعضاء قوات الدفاع، حيث اشتملت على عمليات الرش والسلامة الذاتية، وكذلك تلقى حوالي 1120 من المواطنين دورات مماثلة. وقد أقيمت في مديرية غولوج وفورتوساوا وكركبت وسلعة وشامبوكو وتسني وملقي وأعالي القاش نقاطا للمتابعة في إطار تلك البرامج، ابتداء من 25 من مايو المنصرم، وتقديم التدريب للناشطين في هذا الشأن من المواطنين والجيش. واشتملت الدورات المقدمة حتى الآن ل 2600 شخص. أهمية الدوريات وسلوك الجراد وسبل مكافحته والسيطرة عليه، إضافة إلى مهارات عمليات الرش وصيانة أدوات الرش. وبموجب ذلك علم بأنها توجد في نقطة غولوج فقط 1480 من أدوات الرش في عملية صيانة. وفي رسالته قال حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرها غارزا التي وجهها في 12 من يونيو في مراسم اختتام الدورة التأهيلية التي جرت في توكومبيا بمديرية أعالي القاش على مستوى المديرية، قال أن مواجهة الجراد ليست مهمة لجهات حكومية معينة أو الإدارة، مذكرا كافة أفراد المجتمع المدني والجهات الحكومية والاتحادات والجيش للمساهمة الفعالة، داعيا المتدربين للعب دور رائد بما اكتسبوه من معارف في الدورات التأهيلية. من جهته قال مدير مديرية أعالي القاش السيد جيدا ستيفانوس أن المديرية تتآخم إثيوبيا وتمتلك مساحة واسعة للزراعة المطرية، ويجب على كافة إدارات الضواحي تعزيز استعدادهم لمواجهة الجراد المتوقع قدومه والعمل لنقل المعرفة المكتسبة من الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء قوات الدفاع والمواطنين إلى كافة أفراد المجتمع. يواصل إقليم القاشبركة مساهماته لتنمية صندوق التصدي لوباء فيروس كورونا الوباء التاريخي ومساعدة المحتاجين. وفي مديرية كركبت قدمت ضواحي أوغومايت 60 رأسا من الأغنام، وهاريريب 70 رأسا من الأغنام، وأكايدي 40 رأسا من الأغنام، وهاوان 55 رأسا من الأغنام، ولوكايب 40 رأسا من الأغنام، وأتاي 40 رأسا من الأغنام، وحرنايت 28 رأسا من الأغنام، وأملايت 72 رأس من الأغنام، ودرفا 19 رأس من الأغنام، وفلكو 16 رأسا من الأغنام، وقريتين في ضاحية أوغمايت 115 رأسا من الأغنام، ليكون مجموع المتبرع به 555 رأس من الأغنام. وقدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية بارنتو أكثر من 8 كنتال ذرة ومواد غذائية للمحتاجين. وفي مديرية شامبيقو قدم سكان ضاحية بنبن 10 كنتال ذرة و75 ألف ناقة، والفرقة العسكرية 18 8 كنتال طحين و50 كيلو سكر وعدس للمحتاجين. وقدم سكان عنبوري 15 كنتال ذرة، وضاحية دنب أسمر 11 كنتال ذرة و10 أغنام، وضاحية إندا رومادي 10 كنتال ذرة للمحتاجين. وقدم محسنان في بلدة شامبيقو مواد غذائية للحجر الصحي الموجود في البلدة، فيما قدم أصحاب البساتين في ضاحية أفهمبول بمديرية دق 12 كنتال ذرة بقيمة 17 ألف ناقة للمحتاجين، وتقديم طاحونة الضاحية الخدمات المجانية للمحتاجين. وزع سكان منطقة عد غومبولو في مديرية قالا نفحي بالأقليم الأوسط مبلغ 1000 ناقة لكل من 343 محتاج، فيما وزعت 45 ألف ناقة تم جمعها من سكان منطقة عد العدام. كما ساهم صاحب مركز TMT الترفيهي بمنطقة سلادعرو بأكثر من 18 ألف ناقة، وصاحبة مخبز سلادعرو 3 ألف ناقة، وصاحب مؤسسة مايسجن للطوب 14 ألف ناقة، وطاحونة عد غومبولو للغلال 5 ألف ناقة، ومتجر عد غومبولو للإلكترونيات 5 ألف ناقة. وتبرع دكاكين ضاحية حليبات بإدارة قجرات 21 ألف ناقة، وسيدة جنة قبر العول المقيمة في ألمانيا 3 ألف ناقة، والسيدة إلين أوبيت 1000 ناقة، مواطنة فضلت عن عدم ذكر اسمها 1000 ناقة، ما مجموعه 26 ألف ناقة، وزعت ل 52 أسر محتاجة حددتها الإدارة، فيما وزع 4000 ناقة استخرج من عد شاخة بنفس الأسلوب. كما وزع 50 كيلو من الحمص المطحون شيرو تبرعت بها السيدة الماز أرآيا بإدارة 4 أسمرة للمحتاجين.
وقدم سكان منطقة عاد السوداء بإدارة بريخ أكثر من 3,000 نغفة وزراء للمحتاجين. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، هاجمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية مرة أخرى ودعتها إلى التوقف عن الحديث غير المنطقي بخصوص نزع سلاحها النووي، وهددت بيونغ يانغ بتوسع قدراتها العسكرية. وأصدرت بيونغ يانغ بيانا جديدا شديد اللهجة تنتقد فيه سيول وتشجب تصريحاتها التي وصفتها بالتافهة بشأن المحادثات المتوقفة حول أسلحة بيونغ يانغ النووية. وشكلت كوريا الجنوبية هدفا لسلسلة تصريحات غاضبة صادرة عن كوريا الشمالية التي تتهم سيول بالسماح لمنشقين بإصدار منشورات تنتقد الزعيم كيم جون أون انطلاقا من أراضيها. وجاء البيان الأخير ردا على تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قال إن سيول ستواصل جهود نزع السلاح النووي، في إشارة إلى المفاوضات المتعثرة منذ وقت طويل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ويأتي هذا التصريح بعد يوم من توجيه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة للولايات المتحدة في الذكرى السنوية الثانية للقمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جون أون في سنغافورة. بعد 3 أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، سيستعيد الأوروبيون إمكانية السفر من بلد إلى آخر بسهولة أكثر على أثر تراجع تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن يجب التنبه قبل حزم الحقائب إلى أن العودة إلى حرية التنقل داخل القارة العجوز لا تزال بدرجات متفاوتة بحسب الدول، إذ إن خارطة أوروبا ملونة بالأخضر والبرتقالي والأحمر وفق الدولة المصدر والوجهة. وأعلنت إيطاليا منذ 3 يونيو أنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الأوروبيين، في وقت كانت لا تزال غالبية الدول الأعضاء تبقى قيودا مع هذا البلد الذي كان في فترة معينة بؤرة الوباء في أوروبا. وتريد كرواتيا أيضا إنقاذ موسمها السياحي، وقد استبقت الأمر وفتحت حدودها على غرار بولندا التي باتت تسمح بدخول جميع المواطنين الأوروبيين. واختارت دول كثيرة فتح حدودها في الأسابيع الأخيرة على جيرانها أولا قبل توسع نطاق التنقل. في القارة التي أغلقت كل دولها حدودها منذ منتصف مارس، هناك دولتان شكلتا استثناء: السويد التي أبقت في المبدأ حدودها مفتوحة أمام المسافرين مع الاتحاد الأوروبي، ولوكسمبورغ. حقق المسبار القمري الصيني تشان 4 العديد من الإنجازات غير المسبوقة، وملأ العديد من الفقرات في مجال استكشاف وظل لمدة أكثر من 500 يوم أرضي على سطح القمر، مما أصبح المسبار البشري الذي يعمل لوقت أطول على سطح القمر. كما حصل فريق مهمة تشانغ 4 قبل ذلك على الجائزة الذهبية الوحيدة للفريق التي منحتها الجمعية الملكية البريطانية للطيران في عام 2019، باعتبارها الجائزة الذهبية الأولى التي منحتها هذه الجمعية للمشروع الصيني خلال 153 عاما منذ إنشائها. كما حصل على الجائزة الذهبية الوحيدة في مجال الفضاء التي منحتها مؤسسة الفضاء الأمريكية في عام 2020، وجائزة مهمة استكشاف القمر الممتازة الأولى التي منحتها جمعية القرية القمرية منذ إنشائها. انتهت النشرة، إلى اللقاء.